يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، ابتليت بكثرة المعاصي وخاصة من جهة النظر، فما نصيحتكم لنا وكيف الطريق إلى التوبة؟ أسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك للتوبة وأن يثبتك على الحق والهدى، وأن يوفقنا جميعا لسديد الأقوال وصالح الأعمال. والذي أنصحك به في هذا المقام عدة أمور. الأول أن تتذكر دائما أكبر زاجر وأكبر رادع، وقد اتفق أهل العلم أن أكبر زاجر وأعظم رادع أن تعلم أن الله يراك، أن تعلم أن الله يراك. فإذا حدثتك نفسك بمعصية وخطيئة ذكرها برؤية الله لك واطلاعه سبحانه وتعالى عليك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الأمر الثاني الدعاء، تكثر من الدعاء، ولا سيما التعوذ بالله من الشر. ومن الدعوات المأثورة الثابتة في هذا المقام: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، وأعوذ بك من شر بصري، وأعوذ بك من شر فؤادي، وأعوذ بك من شر مني. فتعتني بالدعاء. والأمر الثالث أن تغلق المنافذ، أن تغلق المنافذ التي تعرف أنها توصلك إلى الشر والفتنة. أغلق المنافذ، لا أن تلقي نفسك في مواضع الفتن وموارد الفتن ثم تطلب السلامة، بل تجنب أماكن الفتن. ثم رابعا اعتني بالعبادة، بكر للمسجد ولا تسرع في الخروج من المسجد، وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. والأمر الخامس أن تحرص على الرفقة الصالحة، وأن تحذر من رفقاء السوء، فإن الصاحب ساحب وفي رفيقه مؤثر. فاحذر من الرفقة، فكم من رفقة أعطبت رفيقها وأهلكت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل.